يا باشمهندس فيتوريا، دي قايمة المنتخب، دي لو قايمة عفش مش هتبقى بالمنظر ده، دي قايمة ومش قاعدة تاني كده. اهلا يا عم. النهارده الصبح في المؤتمر الصحفي اعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن قايمة المنتخب. بصراحة شغل فخر من الاخر، حاجة كده يعني استيك. بصراحة ما نقدرش ننكر ان 90% من اسماء القايمة دي اسماء طبيعية ومفروض فعلا تكون موجودة، انما في كام اسم الصراحة انا مش عارف مين اللي سماهم، اسماء ما تسماش حرفيا. يعني لما نيجي نتكلم عن القايمه كده زي ما هتلاقيها ظاهر عندك تحت في حراسه المرمى، هتلاقي الاخوين الشناوي محمد واحمد شغال معاهم، ابو جبل يعني ماشي، اه حارس اساسي في نادي ماشي. اما الحارس الرابع وانا مش عارف ليه واخد حارس رابع، بس هو مكتوب كده زي ما انا شايف مين، محمد صبحي اكيد ده يعني الفنان محمد صبحي اللي هو بقى ايه، يوميات ونيس، سنبل ورحلة البحث عن المليون. انما اكيد مش محمد صبحي الحارس الاحتياطي بتاع الزمالك، لازم نكون متفقين على ده. مش معقول يكون في حد عاقل خد محمد صبحي حارس الاحتياطي في النادي اللي في المركز ال11 في الدوري المصري، اكيد الكلام ده مش صحيح. يعني حتى ما خدش الحارس الاساسي بتاعهم محمد عواد، لا واخد محمد صبحي. ليه وعشان ايه؟ الله اعلم. الصراحه الواد جنش طلع ليه حق يزعل، هو اي نعم جنش مش زعلان ان صبحي راح، هو زعلان ان ابو جبل راح، لكن وجود محمد صبحي في موضوع حراسه المرمى ده اختيار عجيب بصراحه. نخش على خط الظهر وهنلاقي اول اسم معانا هو مكتوب علي جبر، بس انا متهيألي ده خطأ في الكتابه. هم ممكن يكونوا عايزين يكتبوا مثلا على الله جبر الخواطر، يعني اكيد دي مش علي جبر مدافع بيراميدز، اكيد مش علي جبر مدافع بيراميدز، ده لا سنه ولا لياقته ولا لعبه يسمحوا له انه يروح المنتخب. علي جبر ليه؟ طب ما ياسر ابراهيم موجود يا سيدي، مش عاجبك خد رامي ربيعه، مع اني ما بطيقهوش، خد رامي ربيعه اهو بيلعب ورجله في الملعب ابقى فاهم يعني. انما علي جبر بأمارة ايه؟ خد اي مدافع من اي فرقه في الدوري، انما علي جبر هاو مستر فيتوريا. بعد علي جبر معانا محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، في الاثنين في مركز الباك رايت، اختيارات مفهومه. حجازي ومنعم دول اكيد المساكين الاساسيين بتوعنا، اختيارات مفهومه. فتوح ومحمد حمدي احسن باكين شمال في مصر، اختيارات طبيعيه. احمد سامي واسامه جلال مدافعين بيراميدز، برضه اختيارات مفهومه. انما علي جبر نهار اسود. وسط الملعب اختياراته بصراحه كانت كويسه، وسط الملعب بصراحه اختياراته كانت كويسه. يعني هنلاقي معانا حمدي فتحي، طبعا محمد النني، ولو انه بقاله بتاع سنتين ما لعبش كوره مع الارسنال. مروان عطيه اداء ممتاز مع الاهلي الفتره اللي فاتت. سيد زيزو وضع طبيعي احسن لعيب في مصر. محمود حماده واحمد نبيل كوكا، وانا عايز اقف عند كوكا شويه بصراحه. كوكا مع انه لعيب شاب عنده 21 سنه، انما بصراحه فرض نفسه على نص ملعب النادي الاهلي، ومارسيل كولر بقى بيعتمد عليه بشكل دائم، وحاجه ممتازه جدا ان انا اشوفه من المنتخب، واختيار يحيي عليه روي فيتوريا بصراحه. المهاجمين من اليمين للشمال صلاح ومصطفى فتحي، تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد واحمد حسن كوكا وكهربا. احمد حسن كوكا اختيار غريب، بس انا بصراحه موافق عليه، مش موافق عليه كرويا، انا مش متابع مستواه قوي وعارف ان الدوري اليوناني دوري واقع، بس انا بصراحه عاجبني احمد حسن كوكا، مش عشان لعبه ولا اداؤه ولا هيقدم ايه ولا ما يقدمش ايه، انا عاجبني اختيار احمد حسن كوكا عشان مواقفه الاخيره في القضيه بتاعتنا. احمد حسن كوكا من اوائل الناس اللي دافعت عن القضيه وكتبت كتير على السوشيال ميديا عشان تدافع عن القضيه وعشان توضح حقيقه اللي بيحصل في غزه. فانا بصراحه ما عنديش اي اعتراض ولا اي مشكله ان انا اخسر كاس الامم الافريقيه لو هتضيع على ايد احمد حسن كوكا. لعيب راجل وقف معانا، وزي ما وقف معانا ان شاء الله هنقف معاه وندعمه في المنتخب لو شارك، وهو يستاهل وجود. دي كانت قائمه المنتخب. اللعيبه اللي انا معترض عليها دي غالبا هتكون اختيار رابع لفيتوريا، ولو جيت بصيت على التشكيله اللي هيلعب بيها فيتوريا فغالبا هتلاقي في حراسه المرمى الشناوي، وقدامه حجازي ومنعم، وعلى اليمين عمر كمال، وعلى الشمال فتوح. نص الملعب عنده فيه اختيارات كتير شويه، بس انا بصراحه بتمنى اشوف في نص الملعب حمدي فتحي وامام عاشور واحمد سيد زيزو. اهو ده بقى نص الملعب اللي هيبقى بيطلع نار، نص ملعب بيعرف يلعب كوره حلوه قوي وبينقل كوره من ورا لقدام حلوه قوي، وفي نفس الوقت لعيبه رجاله وبتموت نفسها في الملعب. حمدي فتحي وسيد زيزو وامام عاشور هيبقى نص ملعب نار. في الهجوم راس الحرب عندنا هيبقى مصطفى محمد، وعلى الشمال تريزيجيه او مرموش، وانا بصراحه افضل تريزيجيه، لعيب عاقل قوي وبقى عنده خبرات وبيقدر يحرك المنتخب لو صلاح اتمسك. وطبعا محمد صلاح قبل اي حد ده اسمه هيتحط في التشكيله وباقي التشكيله هتتنصب عليه. المنتخب بتاعنا ده منتخب جامد،
انا حاسس ان احنا عندنا فرص كبيره ان احنا نحقق البطوله، حتى وان كان في منتخبات قويه جدا وتقيله جدا في البطوله زي المغرب ونيجيريا والسنغال. احنا مستوياتنا دايما في البطولات المجمعه بتبقى احسن كتير من الماتشات التصفيات والماتشات الوديه، فحاسس اننا باذن الله نقدر نعمل حاجه البطوله دي، وربنا يا رب يوفق المنتخب ونرجع بكاس الامم. الاهم بقى من ده كله، ما تنساش تنزل في الكومنتات تدعي لمنتخب مصر وتقول لي توقعاتك مين هيكسب البطوله. عايزك كمان تمنشن صاحبك وتساله عن رايه في احسن تشكيله للمنتخب، والاهم من ده كله الفولو واللايك والشير، واشوفك بخير.